السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطلباتي الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هناخد باقي الدرس مصر بين المماليك والعثمانيين. احنا أخدنا في الجزء الأول إنه هناك في 3 قوى هم المماليك والصفويين والعثمانيين، وعرفنا إن المماليك في مصر تضم الشام والحجاز وجزء من الساحل الإفريقي الشرقي المطل على البحر الأحمر، وعرفنا أن الدولة الصفوية مركزها بلاد الفرس وهي إيران حاليا، وعاصمتها تبريز وتدين للمذهب الشيعي. وأيضا القوة الثالثة وهي الدولة العثمانية والتي تعد أقوى دولة وهي تركيا حاليا. وعرفنا أن المماليك تعرضوا لأزمات مالية وأزمات سياسية وتدهور اقتصادي. الأزمات المالية اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498، وأيضا تحطم الأسطول المملوكي في معركة دول البحرية عام 1509. أما الأزمات السياسية اضطراب الأمن وكثرة الفتن والثورات الداخلية والصراع المستمر بين المماليك. وأيضا عرفنا أن السلطان العثماني اتجه نحو الشرق فاصطدم بالصفويين في معركة جلديران عام 1514، ودخل العاصمة تبريز وهزم أيضا المماليك واستولى على مصر والشام. النهاردة هناخد باقي الدرس. تعالوا نشوف أولا استيلاء العثمانيين على مصر والشام. بيقول لك قام السلطان العثماني بالاستيلاء على إمارة ذي القادر التابعة للدولة المملوكية، وهي تقع على الحدود بين الدولتين المملوكية والعثمانية. وعرفنا أنه سبب قرب المدينة أدى إلى الاستيلاء عليها، وخرج السلطان المملوك الغوري من مصر إلى الشام، ودارت هناك معركة تسمى معركة مرج دابق. تعالوا نشوف أحداث معركة مرج دابق. أولا قامت المعركة مرج دابق عام 1516 بعد معركة جلديران بسنتين، حيث كانت الأطراف العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول والمماليك بقيادة ملكهم الغوري. وطبعا عرفنا المكان لأنه السلطان العثماني اتجه وراء المماليك الذين خرجوا من مصر إلى الشام. يبقى المكان فين؟ المكان هنا الشام عند مرج دابق. النتائج طبعا هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين، لأن العثمانيين لديهم جيش قوي فمعروف إن هم اللي هينتصروا. وأيضا أصبحت الشام ولاية عثمانية. بعد ذلك اتجه السلطان العثماني وراء المماليك، هاجيكم هاجيكم ولو كنتوا فين. طبعا ذكي، فاتجه بجيوشه إلى المماليك في صحراء العباسية، ودارت هناك معركة أخرى وهي معركة الريدانية. معركة الريدانية عام 1517. يبقى عرفنا معركة مرج دابق عام 1516، وعرفنا الأطراف السلطان العثماني سليم الأول والسلطان الغوري من المماليك. طبعا عرفنا المكان وقلنا الشام، والنتائج هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين، وأصبحت الشام ولاية عثمانية. تعالوا نشوف معركة الريدانية. معركة الريدانية عام 1517 بعد معركة مرج دابق بسنة واحدة، والأطراف هم طبعا نفسهم هم المماليك بقيادة هنا القائد اتغير وهو تومان باي، أما العثمانيين فهو سليم الأول القوي. المكان في صحراء الريدانية في العباسية. طبعا المماليك بعد ما اتهزموا في الشام ذهبوا إلى مصر. النتائج طبعا هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين ودخولهم القاهرة وانتهاء الدولة المملوكية، وأصبحت مصر ولاية عثمانية. يبقى عرفنا معركة الريدانية عام 1517 بعد معركة مرج دابق بسنة واحدة، والأطراف هم طبعا نفسهم المماليك بقيادة القائد تومان باي. القائد هنا تغير اسمه تومان باي. والقائد تبع العثمانيين السلطان القوي سليم الأول. المكان في صحراء الريدانية في العباسية. النتائج طبعا هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين ودخولهم القاهرة. وقد تم انتهاء
أو الانتهاء على الدولة المملوكية، وأصبحت مصر ولاية عثمانية. طيب هيقول لك بما تفسر هزيمة المماليك أمام العثمانيين؟ لا، ما احنا عارفين إن دولة المماليك ضعيفة من الأول، يبقى السبب عدم الاستقرار الداخلي للمماليك، مفيش استقرار داخلي، وأيضا الصراع المستمر على السلطة، كله بيقول أنا. وأيضا التفوق العسكري بتاع عمك سليم الأول وجيشه، وأيضا استخدام أساليب حديثة وأسلحة متطورة. ده أنا السلطان سليم الأول. طيب إيه نتائج المعارك دي كلها؟ تحولت مصر من دولة مستقلة إلى ولاية عثمانية. طبعا ما السلطان العثماني قوي ولديه جيش قوي ولديه معدات حديثة ومطورة، يبقى تحولت مصر من دولة مستقلة إلى ولاية عثمانية، وأيضا انتقال خلافة العالم الإسلامي السياسية والدينية إلى الدولة العثمانية. وأيضا إعلان سليم الأول نفسه الحامي الرسمي للحرمين الشريفين ولجميع رعاياه في العالم الإسلامي. وأخيرا سيطرة العثمانيين على العالم العربي في الاتجاهين الآسيوي والأفريقي. النهاردة أخذنا الجزء الثاني من الدرس، يا رب يكون عجبكم، يا ريت تشتركوا في القناة، وإن شاء الله انتظروني في الجزء الثالث للدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.